بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. يأمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. انظروا إلى القبور من حولكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: القبر قبران، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أنت الذي تختار كيف تعيش داخل هذه الحفرة، إما تعيش في نعيم أو تعيش في جحيم. هذه القبور اللي دايرين بينا في الظلمة هذه كلهم كانوا أحياء كما احنا كنا أحياء. يا واقف عند قبري لا تتعجب من أمري، البارحة كنت مثلك وغدا ستصير مثلي. ليس الغريب غريب الشام واليمن، بل الغريب غريب اللحد والكفن. راكو عارفين في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد والصحابة هكا غير كملوا من الجنازة قالوا: اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. ثم جلس الصحابة قاع قعدوا وبقى إلا النبي عليه الصلاة والسلام واقف، فبكى بكاء مريرا، بدأ يبكي عليه الصلاة والسلام. ثم جبد مطرق ودار لهم خط في التراب، قال لهم: هذا صراط الله المستقيم. ثم دار لهم خطوط خارجين من الخط هذاك، قال لهم: فلا تتبعوا السبل، ما تخرجوش على الخط المستقيم هذا. بالله عليكم كم من إنسان راهو معانا درك لا يصلي، كم من إنسان هنا راهو معانا راهو بعيد عن طريق الله عز وجل. شوفوا الآية هذه كم صعبة وأنا فوق المنبر ونعلمها للناس. ربي يقول في القرآن الكريم: يا أيها الإنسان انتايا ما غرك بربك الكريم. شكون اللي بعدك عليا؟ شكون اللي اداك وودرك؟ شكون اللي بعت الله عز وجل علشانه؟ أين الله في حياتك؟ أين الله منك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، من بين أنواع العيون عين بكت من خشية الله. سقسي روحك وانت راك واقف، آخر مرة بكيت خوفا من الله عز وجل؟ آخر مرة أهدرت بينك وبين الرحمن وقلت: يا رب اسمح لي فإني عبد ضعيف؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، صلوا على الحبيب، قالوا: يا رسول الله، قالوا: إن تراني عصيت أيغفر الله لي؟ كي نعصي ربي يسمح لي؟ قالوا: يغفر لك. قالوا: وإن عدت إلى المعصية؟ قالوا: يعد إلى الغضب. قالوا: وإن تبت؟ قال: يتب. قالوا: وإن عدت؟ قال: يعد إلى الغضب. قالوا: وإن تبت؟ قال: يتب. قالوا: وإن عدت؟ قال: يعد. قالوا: وإن تبت؟ قال: أتب. فبكى الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم سقساه. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، متى لا يتوب الله؟ واختاش ربي ما يتوبش عليا؟ قالوا: يوم لا تعود أنت إليه. راكو عارفين بلي الإنسان لو عاصي ربي يضر، لو كان يروح يدوش يصلي ركعتين دعاؤه مستجاب، يستجيبه الله سبحانه وتعالى، لأن ربي يفرح بيك. نعيا وإحنا نحبوك وباباك يحبك ويماك تحبك، الله عز وجل هو خالقك. في حديث صحيح على النبي عليه الصلاة والسلام السماء دائما تهدر مع الله عز وجل، تقول له: يا رب خليني أمطر عليهم مياه، يعني فيضانات، فأقتلهم جميعا، أنت اللي خلقتهم لكن يعبدون سواك. ثم تهدر الأرض تقول له: يا رب اجعلني أزلزل الأرض تحت أقدامهم، خليني نضرب زلزلة نقتل كاع الناس فوق الأرض لأنهم ابتعدوا عنك يا الله. ثم ينتقل البحر يقول له: يا رب خليني نفيض عليهم لأنهم عصاوك، لأنهم بعدوا عليك. فينطق الرحمن، سمعوا ربي وش يقول؟ يقول: يا سماء يا أرض يا بحر، فترد هذه الثلاث، قلوا: لبيك يا الله. يقول لهم: لو خلقتموهم لرحمتموهم. ربي يحبنا يا جماعة، رغم أننا احنا بعاد عليه، رغم أننا نسبوا فيه، رغم أننا نعصوا فيه، رغم أننا نسرقوا ونكذبوا ونتنوفقوا، رانا نضربوا الأيتام، رانا نهضروا في أعراف الناس، لكن الله عز وجل يتقبلنا. بالله عليكم درك نطفوا التليفونات
راح تشوفوا هيبة ورهبة كبيرة داخل المقبرة. كل هذه القبور الآن راهم يسمعوا فينا، كل هذه القبور راهي تسمع فينا. شيخ وشنو هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كي ندخلوا المقابر وش يقولوا؟ السلام عليكم أهل ديار المؤمنين نلقي عليهم السلام. علاش رانا بعاد على الله عز وجل؟ هل الدين يخالف أننا نلبسوا مليح؟ غلط. هل الدين يخالف أننا نجيبوا طوموبيل شابة؟ غلط. نحن لا نحرم الحياة وإنما نحرم الحرام. الإسلام ما جاش يبعدكم على الحياة، جاي يبعدكم على الحرام. أما الحياة عيشوا فيها كما شئتم في طاعة الله عز وجل. سمعوا هذه القصة ثم أختم بها. والله في يوم من الأيام كنت إمام خطيب في واحد المنبر من منابر البليدة. لما نزلت كانت حكمتني الضرسة، الناس قالوا لي والله يا شيخ ما تروح تنديوك ديسبونسير. دخلنا إلى مستشفى، هذا المستشفى كبير، 6000 المؤلفة من الناس يستنوا في جنازة تاع طفل صغير. فالناس افتح الشيخ راهو جايز، افتح الشيخ راهو جايز. فالطبيب قلت له أنا داعية عند الله سبحانه وتعالى، أنا أرشد الناس، هذا صوت بحبح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قلت له بالله عليك احكي لي وش كاين. قال لي يا شيخ هذا الطفل درنا له ليكوغرافي، صبنا له لابنديسيت، رايحة الطرطق خلاص. قال لي جرينا به نحينا له حوايج ونجروا به إلى غرفة العمليات. قال لي هذا الطفل يخزر فيا ويقول له يا طبيب ما تخافش. قال لي أنا تقول له أنت لي ما تخافش. قال لي لما دخلناه للبلوك وحطيناه قال لي خسر في واحد الكوانه. قال لي وبدا يضحك. قال له يا طبيب، قال له راك عارف في راني نشوف. قال له في من ترى؟ قال له اني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم وارى زوجته عائشه رضي الله عنها يقولان لي الليله تبيت معنا، هذه الليله راك بايت معنا. ثم رفع يده أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وطاحت يده وفاضت روحه لله. الطبيب تلمو مدين وربي مقوين وإيمانه دار للكوانة وقال السلام عليك يا رسول الله، ألقى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وراو حكيم نزيف الله يرحمه، وراو عمر ناموسى، وراهم ولاد حومتكم اللي توفاو بالفيسفا، وراو بأني الله يرحمه، وراهم الناس اللي كانت تموت كانوا يدوروا معاكم، كنا ننصحوهم، كنا نتكلموا معاهم ودايرين في بالهم بلي هما حيدفنونا قبل لأننا نحن أكبر منهم سنا، لكن مشيئة الله وقضاء الله وقدره كان أسرع أنه دمان هما أصغر منا. أنا اللي قصة عمر ناموسى وحكيم، والله الذي لا إله إلا هو هذه الدنيا لا تسوى بعوضة. أنا نصيحتي ليكم ليس كشيخ، كأخوكم إيدير، عود إلى الله عز وجل، سوق الفيسبا وروح للبحر واضحك وقصر والبس وش حبيت، لكن إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح خلي الجبهة تهبط لله عز وجل، هبط هذه الجبهة لله، تب إلى الله عز وجل، عد إلى الله سبحانه وتعالى. ويقتاش تبقى تقول غدوة غدوة غدوة، اللي قبلكم كانوا يقولوا هكا ثم عادوا إلى الله وانظر كيف سيلقون الله عز وجل. لذلك الإنسان في هذا الموقف هذا رانا واقفين، هذا سيناريو سنعيشه كلنا، كاع رانا رايحين نعيشوه. اليوم احنا رانا ندفنوا في الناس وغدوه يدفنونا. عمر بن الخطاب قال كلمه اقسم لكم بالله، دخل على مرته كانت على النار الطيب، دنا سبعوا للنار، دنا سبعوا للنار ونحاه. بدا يبكي عمر رضي الله عنه، زوجته قالت له لما تبكي يا امير المؤمنين؟ يسقسي في روحه، قال اني اسال نفسي يا عمر الك صبر على مثل هذا؟ تصبر على النار، على النار تحرقت. في يوم من الايام قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في رايكم مش قال يا اخوان؟ وهو اللي حمل الاسلام كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليت امي لم تلدني. بالله عليكم رانا واقفين ماشي يا ليت ما نزدناش، لانه واش راهو يستنى فينا صعب جدا. حتى بالاعمال الصالحات نخافوا نباتوا في تراب كيما هذا. كاين بعض الناس وهنا معنا لازم يباتش على التلفزيون، كاين اللي ما يباتش وحده، كان ما يباتش مع اخوه. هذا اليوم بايت وحده، راهو بايت وحده. فمن معنا يقول العلماء، يقول لك عبدي حملوك، يعني رفدوك، عبدي حملوك وفي القبر وضعوك ولو بقوا معك ما نفعوك. شكون اللي بات معاه الآن؟ شكون يقول أنا اللي بات معاه؟ كلنا سنفر لأننا نخاف. ثم يجي القرآن الكريم وش يقول إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنا بحكم العلاقات نعرفكم كلكم، نعرف الجميع، أغلبيتكم نعرف الطيبة تاعو ونعرف العقالة تاعو، وتهدر معاه يهبط راسه وتقول له عالدين يبكي. بصح لا ما راكش تصلي، عليه فيك خير كبير. انا ما راكش تصلي، ماكش وليد حرام، ما راكش وليد يهوديه، ما راكش وليد يهودي. مانيش حابك نذكر اسماء، كاين ناس اللي نخسر فيها،
أعرفهم حق المعرفة. يجوز عليه لكن يشرب يخبي القرعة، لكن يتكيف الشيخ السلام عليكم مادام فيك الخير وتقادر أهل الدين وأهل العلم وتحب ربي على ما توليش ليه. هذا هو المطلوب منك، ولي ليه 5 صلوات صليهم. نسأل الله أن يتوفانا على لا إله إلا الله. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا ندعو للموتى، لأن الدعاء يصل إلى الميت كما تصل أشعة الشمس إلى الأرض. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر له وارحمه. آمين. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فكفر عن سيئاته. اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ذا الجلال.